اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل ايه النهارده مع بعضينا؟ غدا ان شاء الله هنعمل المندي. اولا طلعت فرخه من التلاجة من الفريزر يعني، من قبلها بيوم، طلعتها امبارح بالليل وجبتها كده على الرخامة. هبدأ ايه اعملها قطع، انا مش هقطعها خالص، انا هقسمها نصين بس. هاخد نص نعمله غدا النهاردة عشان هي ما شاء الله عليها وزنها كبير، فمش هتكون كتير علينا كلها. ولما بيبيت منها فراخ مستوية محدش بياكلها، بنحب الحاجة دي تكون ايه كده صبحة فريش في وقتها. خلاص يا حبايبي، فانا خدتها اهو، شلت الزيادات اللي فيها اللي احنا مش عايزينها ورميتها، الحتت اللي مش حلوة نرميها، وشلت اللي هي ايه حتة كده تبقى في النص وسط الفرخة، شلتها وحديها مع الحوايج، عشان هقول لكم هعمل ايه بيها دلوقتي. هشطفها شطفة كويسة كده على الحوض، ونصها هشيله في الكيس تاني في الفريزر على طول من غير ما اغسل بملح وليمون. واللي هنعمله غدا دلوقتي هغسله بالملح والليمون زي ما احنا متعودين. والاجنحة بتاعتها والرقبة وكبدة وجنصة، دول ايه هغسلهم غسلة كويسة برضو بملح وبليمون، واسيبهم شويه حوالي نص ساعه. وبعد كده هقول لهم هعمل ايه فيها، هقول لكم ان شاء الله. وحابه اشكركم يا حبايبي على كومنتاتكم الحلوه الجميله، اللي انا بكون مصوره فيديوهات وابقى كسلانه امنتج وانزل، واول ما اسمع الكومنت الحلو ده بقوم انزل الفيديو على طول. متشكرين، احلى واحسن متابعين صراحه يعني. وكومنتاتكم حلوه وبتسعدوني وبتفرحوني، ربنا يسعدكم ويفرحكم ودايما ما تحرمش منكم ابدا يا رب. زي ما انتوا شايفين اهو، غسلت الفرخة بملح وليمون كويس النص ده، وسبته كده بالطول زي ما هو، مش هقطعه، وبين الجلدة واللحمة كده، وبقيت ادخل ليمون وملح. ودول اهم برضو نفس الموضوع، هخليهم شوية لما اصبن الحوض والسكينة مكان ما انا ايه استعملت الفراخ. مع العلم هستعمل الرخامة تاني برضو، بس عادي مفيش مشاكل، استعملها نظيفة ومتصبنة اول باول، لان انا سبت الفراخ في الملح والليمون حوالي نص ساعة وزيادة. كان في الوقت ده ممكن ايه خطر ان انا اسيب الرخامة بتكون من غير ما اكون مصبناها، والحوض لاح طبعا، وسلكة صغيرة، ورحت رميتها على طول بعد ما صبنت بيها وصبنت ايديا كمان. وهنشوف هنعمل ايه كمان تاني اهو. هنغير في الاكل بقى مثلا ايه يعني، إيه الاكلة اللي نكون مشتاقين عليها وحشتنا بقالنا فترة ما عملناهاش، نعملها ان شاء الله يعني مع بعضينا. بس كده، هنا عملت ايه بقى؟ غسلت الحوايج اهو اللي قلت لكم عليها ونضفتها، ورحت قطعت عليها طماطمايه وواحدة بصل أخضر، بيخلي طعم أي طيور في السليق بتبقى جميلة خالص. وهنا بصلاية تانية صغيرة، ونص واحد شطة، وواحدة جزر. وكل ده همت هنحطهم على البوتاجاز، وأولع عليهم النار وأهديها. كل العصير بتاع الخضار ده هينزل مع المية اللي هتنزل من الفراخ، وبعد كده ايه هيسووهم، وهزودهم حاجة بسيطة مية. هنا بشرت طماطمايه وبشرت بصلايه، خدت العصير بتاعها، ونزلت هنا بمعلقه زبادي وملح وفلفل اسود وكزبره وحبهان ولورا ولومي ومستك، كله ده مجروش مع بعضيه. ونزلت بنص معلقه منه كمان مع عصره ليمونه صغيره، وهنقلب كل الخليط الجميل ده اللي ريحته كانت تحفه وانا واقفه اتبل في نص فرخه دي يا حبايبي. لبست جلافز اهو عشان ابقى واخده راحتي في التتبيله. واللي مش حابب يلبس جلافز يصبن ايديه كويس، ونشتغل بايدينا عادي مفيش مشاكل. بس انا من قريب كنت في بني مزار فجبت معايا جلافزات يعني. جبت بقى نص الفرخه، رحت خدت عملت فيه فتحات زي ما انتوا شايفين اهو. مش هقطعه من على الوش علشان يبقى ايه شكله كده في السوا يكون جميل، وفي التصوير يكون اجمل ان شاء الله يعني. فرحت عملته فتحات اهو بالشكل ده. وهبدأ الخلطة الجميلة دي اهو من كل ناحية علشان خاطر يستوي معانا بسهولة، ان هو بسم الله ما شاء الله عليه يعني ايه كبير. وجبت صينية تاني اهو، وهنزل فيها بالتتبيلة الحلوة دي بعد ما خلطته كله مع بعضيه. ونحاول نغلف الفراخ كلها بالتتبيلة الجميلة دي. حابين تحطوا معاها كاري، كركم، بابريكا، اللي انتوا تحبوه، بس انا صراحة اكتر من كده مش بحط. وما حطتش عسل ابيض المرة دي علشان خاطر ما تاخدش لون بسرعة في الفرن، ويكون الرز لسه ما استواش، وتكون هي كمان لسه ما استوتش، لان الحجم والقطع بتاعتها كبيرة زي ما هي.
اهو بقيت الحتت اللي انا عملت فيها فتحات بالسكينه احط فيها كل الخلطه دي. على فكره سبتها في الخلطه دي هقول لك وقت طويل، كنت مسحت البيت وكنت غسلت، كان في مواعين غسلتها، وكنت عملت كذا شغلانه يعني وهي في التتبيله دي. ما وديتهاش التلاجة، سبتها في الفرن البوتاجاز، لان دلوقتي جو شتاء وهي كانت طالعه من التلاجة من بالليل وبعدها كان فيها ايه لسه ساقعه برضو. هنا بقت ايه، جبت كام وحدة كوسة اهم كانوا موجودين عندي في التلاجة، وبدأت ان انا ايه اقشرهم. وهنا جبت حوالي ربع كوباية فريك، لان ميار كانت عايزة تاكل شوربة فريك. فانا رحت ايه غسلت الفريك اهو وهخليه جنبي لما اجهز الكوسة. فقلت لها ماشي انا هعمل لك شوربة فريك حلوة، بس استني شوية عليا لما ايه اخلص اللي في ايدي. ما كانتش فطرت، والكلام ده كان حوالي ايه الساعة 11 ونص كده الصبح. فرحت عملت الكوسات دول، وسلكت الحوايج اللي انت شفتوها. حتى لو الحوايج دي مش هناكلها ناخد شربتها، خسارة ما نرميش حاجة. والطيور اللي احنا بنكون مربيينها في البيت بتبقى طعمها جميل وشربتها حلوة خالص وبتكون نظيفة. فطبعا انا صراحة ما حبيتش ان انا ارمي الحاجة دي، مش برميها، عملت منها شوربة جميلة وهوريها لكم دلوقتي. ورحت جبت الكوسة دي قشرتها زي ما انتوا شايفين اهو، وهنزل بكل الخضار ده الكوسة مع الفريك على نفس ايه الحلة اللي فيها الأجنحة والكبدة والحاجات دي، كله هيستوي مع بعضيه اهو بصوا. وحطيت فلفل أسود وحطيت كزبرة وملح اهو، نزلت بالفريك وهنزل بالكوسة كمان، كله في حلة واحدة هيستوي وهتكون أحلى شوربة. طعمها كان زي العسل بجد يعني. وكان في دسامة كده على الوش من حاجات بسيطة اهو معمولة، عملنا أحلى شوربة. بس خلاص هنا استوت، هحط ايه نغرفها كلها في الطبق او شوية منهم. إيه تاكل ميار بألف هنا يا رب. بص كنت بقول لك بص على الوش ده سما ايه وجميله، قلت إيه خلاص دي حوايج مش لازم ان انا احمرها ولا ادخلها الشوايه ولا حاجه، مش لازم، هي كده بتكون ايه طعمها جميل وحلوه. والحاجه لما تكون مغسوله كويس بالملح وبالليمون، ولو حابين بالدقيق كمان، بس انا الطيور لما اكون مربيها في البيت مش فيش داعي ان انا اغسل بدقيق يعني. هنا جبت صينية على النار اهو، وهنزل فيها بحوالي 3 4 معالق زيت، نكتر شوية علشان خاطر ايه الرز معانا يكون مفلفل كده وجميل. انا رحت فين، ايوه كنت بجيب معلقة عشان اخد ايه معلقتين سمنة. السمنة لما تبقى طالعة من التلاجة او الزبدة بتبقى ايه جامدة شوية. خدت حوالي معلقة سمن كبيرة اهو، مع معلقتين 3 زيت، وهنزل عليهم باتنين لومي او واحدة كبيرة، واحد قرفة ولورا، وكم فص حبهان. والحبهان انا ايه دوست عليه بالسكينة كده حاجة بسيطة علشان خاطر ايه يطلع النكهات بتاعته. ومعلقة كركم صغيرة، ولو احتجت هزود تاني، زودت يعني شوية كمان في الاخر. وحاجة بسيطة كده ربع معلقة زنجبيل. هنديهم تشويحة كده على النار عقبال ما اغسل الرز وارجع تاني. يا رب. غسلت الرز اهو ونزلت بيه على طول. ولو عندكم بودرة زعفران انزلوا بيها، عايزين تحطوا برضو نفس الموضوع، بابريكا حطوا، كاري اللي موجود حطوه. كل المنكهات دي والبهارات دي في الرز بيبقى طعمه جميل. وده رز بلدي مش رز بسمتي، رز بلدي ومصري وجميل وحلو وطعمه تحفة. وانا مش ميالة للرز البسمتي قوي يعني. انا مش بحبه، لا بحبه بس ايه مش على طول وعلى فترات كده. يعني بفضل ده احسن وبيبقى نفس النتيجة في الاخر يعني، وبيكون طعمه حلو. هاجي اشوح فيه شوية عشان لما ننزل عليه بالمية او بالشوربة ما يعجنش مننا. ولو لقينا محتاج مادة دهنية ننزل يا اما بقطعة سمن صغيرة او بمعلقتين زيت اللي تحبوه. يا رب. اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. هنا جبت مية سخنة اهو، وهنزل كمان على الرز بربع معلقة كزبرة وفلفل اسود ومعلقة ملح صغيرة. مفيش شوربة يبقى، وزودت الكركم شوية علشان حسيت ان هو ايه بهتان شوية، عايز يبقى لون اصفر اقوى شوية. فسخنت مية كمان اهو علشان خاطر نزود بيها على طول، لو في شوربة ماشي.
يا رب. انا كده مهدية النار وعمالة اقلب فيه، استنى شوية واقلب شوية. نخلي بالنا بقت واحنا بنزود، ما نزودش المية كتير لان ده رز مش بسمتي هنزود كتير. ناخد شوية شوية ونقلب، محتاجين نزود مش محتاجين خلاص. ايوه كده. كنت هنا لبست جلافز عشان اشيل به الفراخ. ايوه حسيت ان الناحية دي مايلة شوية، فرحت نقلت الصينية على الناحية التانية عشان اظبط المية للرز ما يكونش ايه تزيد مني ويعجن. جبت الشبكة دي اهي، وهحطها على الصينية، وهنزل بالنص فرخة اللي احنا من بدري كنا متبلينه. حسيت ان الجو برد في الوقت ده، فروحت جبت شال كده ايه يدفيني شوية، النهاردة ساقعة بجد مع العلم في شمس بس برضو الجو ساقعة. بس كده هنسويها كده ونظبطها ونخلي شكلها حلو. وهنجيب ايه كمان، الخليط ده هو اللي احنا حطينا فيه الفراخ، وهناخده كده على الوش. بصوا الحاجات دي هتنزل مع سوى الفرخ على الرز، هيكون طعمه جميل جدا وتحفة، وان شاء الله هيعجبكم. بس انتوا جربوا الوصفة دي على طريقتي، وبالرز البلدي المصري العادي مفيش اي مشاكل، وان شاء الله ان شاء الله هتدعولي. هتكون احلى فراخ وهيكون احلى رز ان شاء الله. ولو حابين مع الرز نبشر جزراية مفيش مشاكل، نقطع واحدة بطاطس هيكون حلو برضو. بس انا حبيت اعملها كده ايه وخلاص، يعني زي ما شفنا مع بعض. هروح ادخلها الفرن. بصوا هتغطوا بفويل مفيش اي مشاكل، مفيش فويل هنغطي بصينية تانية. اهو انا عندي فويل بس ما عنديش ورق زبدة، فرحت غطيت بصينية تانية وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. ومش هخليها على الصاجة، لا بخليها على ايه الشبكة تحت النص. طلعتها من الفرن بصوا بسم الله ما شاء الله عليها. وجيت هنا ولحت على مكعب فحم علشان خاطر ايه ناخد ريحة الفحم وطعمه، بقت يبقى ايه الاكل على اصولها كده جميلة وحلوة. هنجيب بقت حوالي معلقة صغيرة زيت اهو، ونروح نكمرها على طول بنفس الصينية اهو. وعملت سلطة خضرة كمان. لو انتوا انا بحب مع الاكلة دي السلطة، لو انتوا حابين تعملوا دقوس ماشي، اي صوصات تحبوها، تومية طحينة اللي تحبوه. بس حشت الفحمة اهو، هنبدأ نغرف الأكل ونتغدى وبألف هنا يا رب. وعشان الصينية الجميلة الحلوة دي ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب. أنا زعلانة منكم عشان ما حطيتوش لايكات كتير امبارح مع إني كان جلاش حلو وبسبوسة حلوة بص الحاجات اللي نازلة من الفراخ دي تحفة وجميلة وطعمها زي العسل اهو. الحاجات البن دي الصوص اللي نازل من الفراخ لما استوت. والرز اهو مفلفل وجميل وحلو خالص. ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم. والصينية اهي ولا حاجة لازقة ولا اي مشاكل. والاكلة دي حلاوتها وهي سخنة. عموما في الشتاء اي اكل بيتاكل لازم بيكون نازل من على النار كده بالبخار. بس كده اهو. وادي الفراخ كمان اهي، سهلة وبسيطة وسريعة ومش مكلفة. وكان في فتحت كيس شيبس، كنت عايزة اجلي بطاطس ما كانش في وقت ومستعجليني بالغدا. بس كده ايه رأيكم بقى؟ خلاص بس كان في حاجة عايزة اقول لكم ونسيت والنبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. رشة بقدونس كده على الوش، وبقول لكم حطوا لايك لو عجبكم الفيديو ايوه انا افتكرت انا كنت عايزه اقول لكم ايه، اهي الصينيه دي لو 10 افراد اعملوا كميه فراخ، تعملوها قطع صغيره ماشي، تخلوها زي ما هي انصاص كده ماشي. تنفع في كل حاجه يعني على حسب الافراد اللي موجودين. نعمل الكميه كيلو رز 2 كيلو، انا عملت حوالي ازيد من نص كيلو بحاجه بسيطه. بس كده يا رب اوريكم الفراخ كمان مستويه وجميله وتحفه والله. ناخد قطعه كده اهو بسم الله. ايه رايكم بقى؟ بس كده بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. ولو عجبكم الفيديو دعوة حلوة وكومنت حلو ولايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.